هتكلم معاكوا على الأخبار المتداولة وهو انسحاب الزمالك وكده. أول حاجة تزيد صلى على النبي كتير 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 عليه أفضل الصلاة والسلام. متنسوش تحطوا لايك واعملوا اشتراك أو حطوا متابعة لو متشاهدوا على الفيسبوك. اللي بقوله أيوة أقوى إدارة على وجه الأرض وهو إدارة نادي الزمالك. إيه زي ما سمعت انت، لو زملكاوي أيوة إدارة النادي بتاعك غبية غباء. اللي بتقول والله سبب بقول لك كده غبية غباء. أكبر إدارة ليه هو بيتكلموا على مشاركتين كهرباء في كأس السوبر، تمام، في كأس السوبر مش في الدوري يا سيدي. لو كهرباء وقف، يعني لو كهرباء وقف هيلعب كأس السوبر، أقسم بالله. هتقول لي كيف؟ هقول لك كيف ببساطة. القضية بتاعته ديت الشكوى اللي شكاها نادي الزمالك كان بين الهلال والزمالك. فين يا صاحبي؟ سمعني فين؟ في الدوري، في الماتش اللي الأهلي كسبه 3-0. ها، الماتش اللي الأهلي كسبه 3-0. أيوة زي ما بقول لك كده. لما حط الجون الأول وبعد الماتش ما خل وشريف حط جونين وشريف حط جونين، يعني الأهلي كسب الماتش ده 3-0. العقوبات بتاع الماتش ده إن هو كهربا يقف 12 ماتش ومليون جنيه، تمام. لا العمل استنى وقف القرار تمام تمام. طب لو القرار موقف، الأهلي كهربا هيلعب في الماتش زي ما بحكي لك. كهربا هيلعب في الماتش ليه؟ هقول لك ليه. إن دي بطولة ودي بطولة تاني، دي بطولة ودي بطولة تاني خالص. دي بطولة الدوري ودي بطولة كأس السوبر. دي بطولة ودي بطولة، تمام. علشان كده نادي متخلف. المجلس الإدارة أقسم بالله متخلف يا جماعة، والله مجلس إدارة النادي الزمالك متخلف وهم. دي نقطة. النقطة التانية، خد قلم من، يعني خد قلم من بيراميدز. قلم من بيراميدز أعطت له قلم حلو. مش عارف يقول إن بيراميدز بتأيد الزمالك وكده، وهم ما راحوش الماتش وانسحبوا ولا اعتذروا زي ما على الكلام. مرتضى منصور اعتذر، ماشي حلو الكلام، اعتذر، تمام تمام. المجلس الرياضي بتاع أبو ظبي بيعلن عن مشاركة بيراميدز في كأس السوبر المصري. يعني بيراميدز خد قلم تاني يا غبي أقسم بالله. يعني مجلس إدارة نادي الزمالك غبي غبي غبي. يعني أول حاجة ملوش الحق إن هو يعترض إن كهربا يقف يلعب ولا ميلعبش، عشان الوقف هيقف في الدوري مش هيقف في كأس السوبر. دي ماتش، دي بطولة ودي بطولة تاني. يعني أول غباء. تاني غباء، أنت رايح بتقول إن بيراميدز معاك وبيأيدك في القرار. بيراميدز طلع هيشيك. ادي اتنين ما تثبت ان انت غباء، بتثبت ان مجلس ادارة نادي الزمالك غبي ما يفهمش حاجة في الإدارة، يعني ما بيفهموش في الإدارة خالص. بحب أقول لك والنبي لو ما تفهموش في الرياضة وفي الإدارة سيبقوا منها جمهور الزمالك تعب. أنا كأهلاوي أقسم بالله كأهلاوي بقول لكم جمهور الزمالك تعب منكم، وبقول لجمهور الزمالك الله يكون في عونكم. أقسم بالله يا جدعان، يعني بقول لجمهور الزمالك الله يكون في عونكم. يعني جمهور الزمالك تعب، اتكوى، بمعنى اتكوى، خد على دماغه كتير، مستحمل. ليه؟ عشان بيحب
النادي بتاعه، والله يعني عشان بيحب نادي الزمالك فبيستحمل، فبيستحمل. والله العظيم اقسم بالله يا كده انا يبقى انا قلت لكم إن لو كهربا يا جدعان وقف هيلعب الماتش، لو وقف هيلعب الماتش. ليه هيلعب الماتش؟ عشان كاس السوبر دي بطولة. تمام. طب انتوا ما اعترضتوش؟ طب لو يعني خلينا معاك، طب ما الشناوي وقف، بطارد وقف 3 ماتشات، هيلعب ليه كاس السوبر؟ ما دي بطولة ودي بطولة تاني، نفس المشكلة في الكهرباء، دي بطولة ودي بطولة تاني خالص. يعني ايه يعني ايه الغباء بتاع امه؟ يعني الناس بتتكلم ازاي؟ انتوا ناسيين ان الوقف اصلا في الدوري، الوقف في الدوري، لو هيقف يبقى هو هيقف في الدوري، فاهمني؟ يعني هيقف في الدوري، مش هيقف في كاس السوبر، مش هيقف في كاس مصر. فهمتوا يعني؟ فهمتوا؟ اقسم بالله ما تعرف كورة، اقسم بالله مجلس إدارة النادي الزمالك ما يعرف كورة. انا قلبي مع جمهور الزمالك، اقسم بالله انا قلبي مع جمهور الزمالك، احلى مسا على جمهورنا وجمهور الزمالك وجمهور الشعب، جمهور مصر كله. سلام.